السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم. يا ريت فضلا وليس أمرا قبل ما نبدأ حكايتنا النهاردة تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم إشعارات القناة أول ما تنزل القصة. مستمرين معاكم يوميا وبنقدم لكم أهم المشاكل والقصص اللي بتحصل مع غيرنا لعلنا نأخذ منها عبرة واعظة. والأهم إن احنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا وما نكررش الأخطاء دي. ويلا بينا نبدأ حكايتنا النهاردة. صاحبة حكايتنا النهاردة اسمها فريدة. بتقول أنا عندي 22 سنة، أبويا وأمي توفوا في حادثة وأنا عمري وقتها كان 12 سنة. عشت مع خالتي وكانت خالتي ما بتخلفش وكانت بتعاملني زي أمي. كانت بتخاف عليا جدا وكبرت ودخلت المدرسة ووصلت للثانوية العامة. اتعرفت على جارنا أحمد، كان الباب في وش الباب. أحمد شخصية محترمة جدا وعلى خلق. المهم أحمد جاب أهله وجم خطبوني من خالتي وخالتي وافقت، بس قالت إني لازم أكمل تعليمي وهم كمان رحبوا بالفكرة ووافقوا عليها على الشرط اللي خالتي قالته. كان بيكلمني يوميا في الموبايل وكان بيقول لي كلام حب كتير وانا بصراحة كنت بتكسف ارد عليه. والحمد لله كملت تعليم وحددنا ميعاد الجواز واتعمل لي فرح كبير جدا بيحكي بيه الشارع كله. عشنا انا واحمد حياة كريمة، بس مشكلتي اني بتكسف من جوزي وعشان هو بيحبني كان بيستحملني. احمد كان بيحب يمارس معايا العلاقة الحميمة اكتر من مرة في اليوم، بس احمد كان بيطلب مني حاجات اثناء العلاقة وبصراحة كنت بتكسف جدا اعملها وهو كان بيزعل مني. كان بيقول لي خلاص انتي ما بقيتيش بتحبيني زي الاول. وانا مع مرور الوقت وخوفي على زعل احمد بقيت اعملها، بس هو دلوقتي بقى بيطلب مني كل حاجه في جسمي وهو دلوقتي بقى بيطلب مني اقول كل حاجه في جسمي وجسمه باسمها، وبيخليني اقول الفاظ مش حلوه وانا اسفه مش هقدر اكمل اكتر من كده. يا ريت تفهموني. كل ما اقول له لا بتكسف مش هقدر اقول الكلام ده كان بيزعل مني قوي وبيتضايق مني كمان. وكان بيحس اني برفض العلاقه الحميمه ومش عاوزاه، وكان بيسيبني بالاسبوع من غير ما يكلمني. انا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه، اسمع كلامه واقول له كل اللي هو عاوزه عشان ما يزعلش مني برغم ان صعب جدا عليا ان انا اقوله، ولا ارفض واخليه يزعل مني، مع العلم ان احمد جوزي حساس جدا. بجد انا مش فاهمه ومش عارفه اعمل ايه ولا افكر ازاي ولا عارفه اقرر في الموضوع ده. محتاجه رايكم بسرعه، لان العلاقه بينا بدات تتدهور وبدات تحصل ما بينا مشاكل كتير على اتفه الاسباب، وبصراحه حاسه ان هو بقى بيتلكك. ودي كانت حكايتي، وياريت ما تبخلوش عليا بآرائكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.